سيدي الكريم، دعني نتحدث عن سياق ما كان في مجلس الأمن منذ أسابيع، وذلك التطبيل والتهليل وذلك الفرح الذي أبداه المخزن والمخازن، وبمقاربة رياضية كما وصفها البعض، على أنه ربما فرح بهدف، ولكن في الأخير تبين أن الهدف تسلل من خلال الفار. اكتشفنا أن هذا القرار هو ليس كما يصوره المخازن والمخزنيون والذين يدورون في فلكهم. اليوم وأنت متواجد على الأراضي الفرنسية بحضور هذا الثلة الكبيرة من التنسيقية الأوروبية من برلمانيين وحقوقيين، كيف ينظرون لقرار مجلس الأمن بعد أن ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أعتقد بأن دبلوماسية الرباط هي دائما تستعمل سياسة التدليس والكذب ومحاولة الكذب على الشعب المغربي بالدرجة الأولى، لأنها تحاول أن تسوق نجاح وهمي ومن خلال حقيقة ما يسمى بمغربية الصحراء. هذا الظلم وهذا الاغتصاب العلني والمكشوف الذي تحاول أن يسوق له النظام المغربي للشعب المغربي بالدرجة الأولى. اليوم على المستوى الدولي أعتقد أنه أصبح مكشوفا. النظام ممثل مندوب المغرب في الأمم المتحدة عمر الذي كان هلل وسوق وربما قام بأعمال صبيانية، خاصة فيما تمثل بأن إخفائه للعلم الجزائري، وقد صوره يعني الصورة واضحة، وربما حاول أن يكذب مرة أخرى، لأنه عندما سئل على في لقاء الإعلامي ولقاء مع أحد الفضائيات كان حاول طرح له السؤال صراحة، ولكن هو صرح كذبا وقال أن العلم الجزائري فوق رأسه، وهو في الحقيقة الصورة كانت واضحة أنه حاول إخفاءه بالعلم الأمريكي. هذه